السلام عليكم، اسعد الله اوقاتكم. نتمنى ربي تكونوا على خير وبخير. اليوم ما شاء الله جيتكم بفيديو جديد عباره عن حرشه بالبلبوله رقيقه اللي الصراحه كتجي غزاله بزاف، واهم انها اقتصاديه وصحيه في متناول الجميع. هنا بالنسبه للمقادير، هنا خديت كاس ونصف ديال البلبوله اللي هي رقيقه، حجم رقيق مره. غادي نحاول اني نرطبها في شويه ديال الماء دافي، شويه الماء دافي تقريبا. نخليها ترتاح واحد نص ساعه، يعني قد ما ارتاحت قد ما مزيان كتزيد ترطاب. هنايا غادي نحاول نغطيها. خديت معايا انا خليتها غير نص ساعه، ما خليتهاش بزاف. بعد ما ارتاحت ليا هذيك رطابت ديك البلبوله، غادي نحاول باش نصفيها لانه بقى لي فيها شويه ديال الماء تمايا. بعد ما نصفيها غادي نضيف عليها البقيه ديال المكونات. غادي نضيف عليها هنايا معلقه صغيره ديال الملحه، طبعا كتبقى على حسب الذوق ديالكم. غادي نضيف معلقه كبيره ديال الخميره، معلقه صغيره ديال الملحه، وطبعا السكر حتى هو كيبقى على حسب الذوق ديالكم. غادي نعمل انا هنا 2 المعالق ديال السكر سنيده. غادي نضيف تقريبا واحد نص كاس من زيت زيتون، وهنايا عندي معلقه صغيره ديال الزعتر اللي هو محكوك، كيتواتى بزاف مع البلبوله. وهنا غادي نضيف نصف كاس من السميده رقيقه اولا الفينو اللي متواجد عندكم. انا هنا عملت نصف كاس من السميده رقيقه. غادي نحاول اني نخلط مزيان هاد العناصر حتى يتخلطوا لي مزيان، يعني ينسجموا ليا مزيان. وغادي ندوزو مباشره باش نطيبوا الحرشه ديالنا. كما شفتوا معايا يعني ما كتاخذش معنا شي وقت اللي هو كتير. بعد ما خلطتها مزيان، هذا هو القوام اللي حصلت عليه. الان غادي ناخذ المقله اللي غادي نوجد فيها، اللي غادي نطيب فيها. غادي ناخذ شويه ديال الزبده، نحاول نوزعها على المقله بهذا الشكل هذا باش هكا ما تلصق ليناش الحرشه ديالنا. وغادي ندوز مباشره باش نعمل شويه ديال البلبوله اللي هي رقيقه وشويه السميده رقيقه. غادي نحطوا دابا العجينه ديالنا بهذا الشكل هذا، الخليط ديالنا بهذا الشكل هذا، ونحاولوا اننا نطلقوا داك الحريشه ديالنا فوق المقله على حسب القياس اللي بغيتو نتوما، غليظه رقيقه. يعني نتوما كتحكموا في السمك ديال الحرشه. انا هنا كتعجبني تكون شويه رقيقه، هذا هو القدر اللي بغيت انا بهذا الشكل هذا. نتمنى الحريشه ديال اليوم تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم وتعجب وليداتكم، لان صراحه مزيونه. انا بعدا الوليدات ديالي كتعجبهم بزاف، خصوصا بهذا الشكل هذا اللي عملت انا. كنعملها كتجي رقيقه. الان غادي ندوز نعمل ليها شويه من الفوق ديال السميده رقيقه بهذا الشكل. والنار اللي غادي نشعل عليها نار خفيفه، نشعلوا البوطه ديالنا خفيفه طيب على خاطرها. يعني كما شفتوا معايا الحريشه ديالنا كتوجد وكتجي مزيونه بزاف، احسن من ديك اللي كنشريوها من الزنقه، عن تجربه زعما. وطبعا الى عجبكم الفيديو ديالي ما تنساوش تبارطاجيو وتشاركوه مع الاهل ديالكم والاصدقاء ديالكم. انا الحرشه ديالي غادي نعملها الطيب، هذا هو الوجه ديالها طابت لي من تحت. غادي نقلبها على الجهه الاخرى بهذا الشكل. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يعجبكم. الى فيديو قادم باذن الله.